فيلمنا بيبدأ مع ريتشارد وهو مع شقته جين ورايحين يقضوا اجازة في بيت ريتشارد اللي في وسط الصحراء، وبيكون مخبي عن مراته انه بيخونها وبيفهمها انه في حل شغل، وبيقضي ليلة سوا. وبتصحى جين تاني يوم وبتروح تجيب حاجة تاكلها من المطبخ، وبتتفاجئ باتنين واقفين بيتفرجوا عليها من ورا ازاز البلكونة، وبتنادي على ريتشارد وبيفتح لهم باب البلكونة وبيعرفها عليهم انهم ستان وديمتري اصحابه اللي كانوا المفروض يجوا بكرة عشان يقضوا معاه السهرة ويطلعوا رحلة الصيد. وبيقول له ستان انهم قدروا يجوا بدري عن ميعادهم وانهم هيقضوا السهرة معاه النهارده، وبيبان عليهم هم اعجبوا بجين جدا، وبيقضي اليوم سوا. وبيجي الليل وبتبدا السهره وكلهم بيشربوا وبيبقوا قاعدين، وبيفضل ديمتري ماسك المنظار بتاعه وباصص على جين وهي قاعده معاهم، وبيشوف كيس فيه حاجه سودة على الترابيزه، وبيسال ريتشارد عنها وبيقول لهم ان ده نبات اسمه نبات البيوتي، اقوى من المخدرات وبتسبب في تخدير الجسم وهلوسه قويه جدا. وبيقول لهم انه مستحيل يستخدموه، اسلحتهم موجوده في البيت لان ده ما يضمنش ايه اللي هيحصل بعدها. وبيطلب من جين انها تروح تخبيه في مكان امن عشان محدش يوصل له، وبتخبيه في السلسله اللي هي لابساها. بتكملوا السهره عادي بتاعتهم. تصحى جين تاني يوم وبتدور على ريتشارد، وبيقول لها ستان انه راح يسلم جوازات سفرهم لمراقب الصيد عشان رحله الصيد اللي هيعملوها. وديمتري كمان نايم لحد دلوقتي بسبب التعب من كتر شرب امبارح، ومفيش غيرهم في البيت. وبيبدا انه يبص لها بصات مريبه بتخوفها جدا، وبتقول له انها تدخل تجهز الشنط بتاعتها، وبيدخل وراها وبيراقبها وبتتخض لما بتشوفه وبتحاول انها تتجنبه. وبيسال ليه بتحاول تبعد عنه عكس ما كانت بتعمل امبارح في السهره، وبتقول له لانها مع ريتشارد وانها بتحبه، ده غير انك مش من النوع اللي انا بحبه. وبتعصب عليها ريتشارد وبيتهجم عليها وبيحاول انه يغتصبها لحد ما بيلاقي ديمتري دخل عليهم الاوضه، وبتستنجد جين بيه ولكنه بيقفل الباب وراه وبيكمل ستان اللي كان بيعمله. وبيجي ريتشارد وبيجيب لهم تصريح الصيد، ويبان ان شكلهم غريب، وبيفهم ان في حاجه حصلت. وبيدخل اوضته وبيلاقي جين بتعيط، تطلب منه انه يتصل بالطياره وانها عايزه تمشي، وبيفهم اللي حصل وبيتخانق مع ديمتري لانه سمح باللي حصل ده انه يحصل. وبيدخل يعتذر لها وبيقول لها انها شغالها في كندا في مكان كويس جدا، وبيديها شيك فيه فلوس تمن سكوتها، وبيقول لها انه هيخليهم يدخلوا دلوقتي يعتذروا لها. وبتقوم تتخانق معاه وبتقول له انها عايزه تمشي حالا والا هتتصل بمراته وتقول لها على خيانته ليها. وبيقلب عليها ريتشارد وبيضربها وبيقول لها انها عاهره جايبها يتسلى بيها مش اكتر، وبتحاول انها تهرب من البيت لكنها بتفضل تجري في الصحراء، وكلهم بيطاردوها عشان يضمنوا انها ما تحكيش عن اللي حصل لحد. وبتوصل جين لحرف الجبل عاليه وبتكون متحوطه منهم، وبيعمل ريتشارد نفسه انه بيتكلم في التليفون وبيتصل بالطياره اللي هتيجي تاخدها وتنقلها للمكان اللي هي عايزاه لحد ما يقدر انه يقرب منها. وبيزقها من اعلى الجبل وبتقع على الشجره، وبتدخل الشجره في جنبها. وبيقول لهم ريتشارد ان كده خلص منها لانها ممكن تدخلهم كلهم السجن بتهمه الاغتصاب، غير كده انها كانت هتخرب بيته لو قالت لمراته على خيانته. وبيرجعوا البيت وبيحرقوا كل حاجه خاصه بجين، وبيحضروا لرحله صيدهم. كان مفيش حاجه حصلت لانهم فاكرين ان جين ماتت وخلصوا منها، لكن بيعدي الوقت بتفوق جين وهي على الشجره اللي منعتها من الموت، وبتحاول انها توصل للولاعه بتاعتها عشان تولع في فرع الشجره تحتها، وبالتالي الشجره تبقى ضعيفه وتعرف تقع من عليها، وبتقدر انها تنزل من على الشجره لكن بيفضل فرعها موجود في جسم جين. وبتسمع اصوات عربيات بتقرب منها، بتكون متاكده انه ريتشارد واصحابه، وبتحاول انها تستخبى تحت الجبل بعيد عن نظرهم. وبيبص عليهم من فوق الجبل وبيلاقوها اختفت، وبيقول ستان ان ممكن يكون الاوان ما فاتش وانهم يدوروا عليها ويعالجوها وساعتها ممكن تسامحهم. لكن ريتشارد بيضربه وبيقول له انه مش هتخرج تحت رحمتها عشان حياته هتبقى خطر بسبب واحده زي دي، وانهم هيدوروا عليها ويقتلوها ويخفوا جثتها كمان. وبيبداوا يتحركوا من مكانهم وبيوصلوا لتحت الجبل، وبتكون الدنيا ليل وبيحاولوا انهم يدوروا عليها، وبيلاقوا ان في خط دم موجود حسب المسار اللي هي مشيت فيه، فبيمشوا وراه لحد ما بيوصلوا لبحيره كبيره وبيقسموا نفسهم. وبيفضل ستان قاعد في العربيه عشان لو جين ظهرت حواليه، وكل واحد منهم هيروح في اتجاه عشان يدوروا على جين. وبيعدي ديمتري على المكان اللي جين فيه لكنه ما بياخدش باله منها لانها بتكون حابسه انفاسها تحت الميه لحد ما بيبعد عنها وبتطلع من البحيره، وبتحاول انها تكمل هروب لكن بتلاقي ان ديمتري واقف وسايب سلاحه بعيد عنه. بتحاول انها تتسحب عشان تاخد سلاحه منه، وتقدر انها تمسك سلاحه وبتهدده بيه انه ما يتحركش وتضرب عليه، لكن بيكون مفعل مفتاح الامان اللي بيخلي البندقيه ما تضربش. وبيمسكها وبيضربها وبيبلغ صحابه انه لقاها خلاص وانه يتخلص منها ويقابلهم في العربيه، وبياخدها وبيرميها في البحيره وبيحاول انه يغرقها لحد ما هي بتقدر انها تاخد الخنجر الموجود معاه وبتطعنه بيه في عينه وبيقع ميت في البحيره. وبتاخد جين شنطه ديمتري والبندقيه بتاعته والبيتش باجي كمان، وبتحاول انها تبعد بيه
تمشي على قد ما تقدر لحد ما البنزين بيخلص منها، فبتكمل مشي لحد ما بتوصل لكهف تقضي فيه الليل، وبتولع نار في الكهف وبتبدا تشوف ايه اللي موجود في الشنطه تقدر تعالج نفسها بيه، وبتحاول انها تشيل الغصن اللي في جنبها اللي ما قتلهاش بسبب انه ما صابش اعضاء حيويه في جسمها، وبتفتكر انها شايله نبات البيوتي اللي بيسبب هلوسات وتخدير للجسم كله، وبتاخده عشان تخدر جسمها، وبتحاول تشيل فرع الشجره منه، وبيبدا يجيب مفعول، وبتسخن السكينه وبتستخدمها في انها تخرج فرع الشجره من جنبها، وبتكوي الجرح عن طريق انها تسخن علبه البيره اللي لقيتها في الشنطه على النار، وبتكوي جرحها كويس، وبيغمى عليها من التعب، وبيطلع الصبح وبيكون ستان راحت عليه نومه في العربيه، وبيجي له ريتشارد وبيقول له انه يتسلى في طريقه بصيد الحيوانات عشان كده اتاخر عليهم، وبيسالوا عن مكان ديمتري وانه ما ظهرش لحد دلوقتي، وبيروح ستان يغسل وشه في البحيره وبيلاقي ديمتري موجود مقتول قدامه، فبيجري مرعوب على عربيته وبيشوفه ريتشارد، فبيحط في هدومه صخر كتير علشان يرميه في البحيره ويغطس وتختفي جثته، وبيطلب من ستان انه يجي يساعده، وبيضربه وبيكسر مناخيره لانه السبب في كل اللي حصل، وبيقول له انهم لازم يدوروا عليها ويقتلوها، وبتبدا جين تحلم بالكوابيس والهلاوس بسبب النبات اللي خدته، لحد ما بتفوق بتلاقي ان الرسمه اللي على علبه البيره طبعت عليها، وبتاخد كل الاسلحه اللي كانت مع ديمتري وبتتحرك من الكهف وبتدور عليهم عشان تنتقم منهم زي ما هم بيدوروا عليها، وبيلاقوا هم البيتش باجي بتاع ديمتري، بيعرفوا انها رجعت تتحرك على رجلها من تاني، وبينفصلوا تاني كل واحد بيدور في مكان، بيستهدفوا الجبال لانها ممكن تكون مستخبيه بينهم، وبتكون جين بتدور عليهم بالمنظار، وبتقدر انها تحدد مكان ستان والعربيه بتاعته، وبيكون جاي ناحيتها بتراقبه بين الصخور، وبتلاقي ان عربيته وقفت مره واحده بسبب ان البنزين خلص، وبيضطر انه ينزل من عربيته عشان يحط لها بنزين، فبتحاول هي انها تصوب عليه بالبندقيه اللي اول مره تستخدمها في حياتها، وتضرب عليه، وبسبب ان البندقيه ارتدت بقوه الطلقه تيجي في كتفه، وبتتنطر جين لورا، وبتقوم جين بسرعه وبتقرب من العربيه وبتدور على ستان حواليها لحد ما بتشوف خيط الدم في الارض بسبب ان الرصاصه جت في كتفه، وتبدا تطارده لحد ما ستان بيلف الشراب بتاعه على الجرح عشان يوقف النزيف، وبيقدر انه يستخبى منها وسط الجبال، وبيحاول ستان انه يصوب عليها لكن بسبب طلق كتفه ما بيقدرش انه ينشن صح، وبتخدشها بس، وبتقدر انها تقوم تاني وتهرب من ستان اللي بيفشل انه يضرب عليها لحد ما بيطلع جيني كشاف اللي معاها وبيكسر الازاز اللي فيه في الطريق، وبيدوس عليها ستان وبيقع في الارض، وبيحاول انه يخرج الازاز اللي دخل في رجله، وبيرجع تاني لعربيته وبيسوق ناحيه جين عشان يدوس عليها، وبتكون مستنيه في نص الطريق، وبتحاول انها تضرب عليه وهو في العربيه، وبتضرب برصاصه في راسه، تدخل العربيه في الجبل، وبتروح للعربيه وبترمي ستان بره العربيه، وبتاخد هي العربيه وتحرك بيها، وبيكون ريتشارد بيحاول انه يتصل بستان وما بيردش عليه، وبيفضل مستنيه عند البيتش باجي بتاع ديمتري، بيقرر يرجع بيته من تاني، وبيوصل بيته ويتصل بالطيار وبيبلغه يجي ياخده، ويدخل ياخد دش، وبيسمع صوت بره في الصاله، وبيطلع يشوف الصوت جاي منين، وبيفضل يدور في الشقه لحد ما بيلاقي ان جين واقفه قدامه، وبيحاول انه يهرب منها لكنها بتضربه في جنبه، وبيحاول انه يضرب عليها هو كمان لحد ما بيهرب منها في البيت، وبتدور جين عليه لحد ما بتاخد بالها انه مستنيها ورا الحيطه عشان اول ما تعدي يقتلها، وبتلف جين وبتجيله من الناحيه التانيه، فبتلاقي انه اتحرك ناحيه المطبخ عشان يلف على جسمه اي حاجه تقلل النزيف اللي عنده، تفضل جين تطارده لحد ما بتقع في الارض، وبيجي ريتشارد يهجم عليها ولكنها بتقدر انها تجيب البندقيه ناحيتها وبتقتله، وبتطلع هي بره البيت تستنى الطياره اللي هتاخدها لبيتها بعد ما انتقمت منهم.